بما ان فقرتنا الثانيه فقره هامه جدا، عدد كبير جدا من شبابنا قاعدين في البيت، واللي كانوا بيشتغلوا قعدوا في البيت، ولو قلنا كمان اللي عنده شركه سياحه قعد في البيت. هي عدد كبير جدا من الشباب والرجال في حاله بطاله نتيجه للازمه الاقتصاديه وما تمر به البلد. النهارده الحقيقه معانا اثنين من الشباب الواعد اللي مؤسسين لحركه شباب ضد البطاله. النهارده بيسعدني وجود المهندس وليد عبد المنعم مؤسس الحركه منورنا النهارده، وايضا الاستاذ وائل احمد المنسق العام. مساء الخير واهلا بيكم في طعم البلد. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب يعني الكلام اللي بقوله ده صح ولا تهويل؟ لا صح، هو صح، دي الحقيقه اللي للاسف دي الحقيقه اللي موجوده دلوقتي، بس احنا يعني المفروض ان احنا منياس لازم ان احنا نبتدي نبني بلدنا من اول وجديد، لازم نرجع اقتصادنا زي ما كان بالظبط. يعني انا شايف ان الخطوه الاولانيه ان شاء الله الامن، وبعد كده نقدر ان احنا نرجع اقتصادنا زي ما كان واحسن بكتير باذن الله. احنا الحقيقه بالنسبه للحركه بتاعتنا متكونه في سنه 2009. الحركه دي كانت حركه اجتماعيه على الفيسبوك. لقينا ان في حركات كتيره سياسيه زي 6 ابريل زي كفايه، لقينا ان هي بتقوم بدور سياسي كويس، بس لقينا ان في مشكله ماسه موجوده في مصر في الوقت ده اللي هي البطاله. البطاله بقت موجوده بشكل كبير جدا، سواء بطاله عامه او بطاله مقنعه. للاسف كان طبعا حضرتك عارفه في النظام السابق كان منتشر النظام المحسوبيه ونظام الواسطه، فكتير من شبابنا ما كانوش لاقيين شغل. ففكرنا بشكل عملي ان احنا نوفر في افكار على هذه الحركه عن طريق انشاء ميني بزنس لاي شاب مشترك في الحركه دي، عن طريق ان احنا بنستعين بمتخصصين يدوا دورات تدريبيه في مشاريع صغيره ممكن الشباب يستفيدوا بيها، زي مثلا عيش الغراب، زي مثلا الخزف، المشروعات الصغيره دي. والى حد كبير بعد كده بعد ما الحركه اتعرفت شويه ابتدينا نتصل برجال الاعمال عشان يوفروا لنا بعض الفرص العمل اللي عندهم، ونجحنا في ده الحمد لله. تم توفير بعض فرص العمل للشباب في الفتره دي، يعني هي ما كانتش فرص عاليه جدا بس على قد ما كنا بنقدر. يعني مش هقدر اقول لحضرتك احنا شغلنا ناس كتير في اكتر من شركات خاصه وشركات استثماريه. يعني للاسف حضرتك كان الشغل قبل الثوره، هو حاليا انا لسه كنت هسالك بقى. الشغل قبل الثوره برضه ايه، ما زي ما استاذ وليد قال مقنع، بمعنى ان انت دلوقتي كنت بتدي للشاب 500 و 600 جنيه. في القانون العام اللي يحمي ده، مفيش اجازات، عادي من كل حقوقه. واللي كان راضي بال 500 و 600 دلوقتي مش عايز 500 و 600. ما هو ما فيش ومش عايز. بص حضرتك، ما انت برضه لو هتتكلمي 500 600 شاب مطالب مثلا خريج جامعه مطالب ان هو يفتح بيت ويصرف وكده. طبعا ولا حاجه. طب ال 500 جنيه هيعملوا ولا حاجه طبعا، ما يكفوش حتى مواصلات. وعاجبك عاجبك مش عاجبك خلاص، ده شغلنا. ما كانش فيه قانون عمل اللي هو يحمي حاجه زي كده. تروح تشتكي ماشي حاضر، وهم طبعا بيبقوا مظبطين. كل طبعا واحد صاحب شركه عالميه وهنا وهنا رئيس مجلس اداره مظبط مع الحكومه، وفي رشاوي وفي كلام من تحت الترابيزه. طب وانت لما بتوفر له فرصه العمل مش بتضمن له كمان استمراريه هذا العمل ولا ما بتضمنش؟ بس هي مجرد التوفير. احنا كنا بنروح لرجال الاعمال، احنا مجموعه شباب قد كذا وعايزين شغل. في حضرتك في اللي كان بيقبل، وفي اللي يقول لك لا ما فيش مثلا مكان، وفي اللي كان بيقبل يقول لك اوكي هاتوا انتوا عقود بكام المرتب 600 700. طب حلو ماشي نشتغل. مشاكل في شباب كتير عايزه تشتغل وخلاص، مش مهم لحد ايه، لحد ما نشوف بكره لما اثبت جدارتي ويمكن ان انا اتثبت سهل. فكان بيتهدم حقهم كمان في الشغل. ما كانش في حاجه اسمها اجازات، ما كانش في حاجه اسمها مثلا تقعد مثلا بال10 12 ساعه ما فيش اوفر تايم. هو كده هو ده الفلوس، هي دي الشغلانه. عاجبك مش عاجبك روح اشتكي او خلاص سيب الشغل. هو شغلنا كده، ده سيستم الشغل بتاعنا. فده لازم اعاده برضه وبص في قانون العمل لازم نراجعه. اوكي. يعني عايزه اتكلم معاكم كمان ان دلوقتي قلت لي ان الحركه كانت على الفيسبوك. الفيسبوك ده فجر حاجات كتيره جدا يمكن الناس كانت بعيده عنه، لكن اصبح دلوقتي الكبير والصغير بيتابعوا بعد ثوره 25 يناير. عايزه اعرف الاقبال ما بعد الثوره اخباره ايه؟ يعني اكيد الكم عندكم كبير جدا، انتوا قادرين تحققوا حاجه ولا مش قادرين تحققوا حاجه؟ هو احنا الحقيقه من اول الحركات اللي استجابت للثوره، وتقريبا يمكن 90% من الشباب اللي كانوا موجودين على الحركه نزلوا ميدان التحرير. بس بعد ما حصل انتخابات مجلس الشعب وواضح بقى ان ابتدت الدنيا تستقر وابتدى في خريطه تحول سياسي كويسه في مصر، لازم بقى رجعنا الحركه من الشكل السياسي اللي هي خدته بعد الثوره للشكل الاجتماعي تاني. الحقيقه احنا مشكله ميدان التحرير او مشكله الاعتصامات دي انا شايف ان اول حاجه من مطالب الثوره كانت خبز وحريه وعداله اجتماعيه. ما اعتقدش ان شاب
بيطمح في منصب سياسي في السن ده، انما هو بيبحث عن فرصه عمل محترمه تؤهله لمستقبل كويس. فاحنا فكرنا احنا ليه ما نرجعش بالحركه تاني للشكل الاجتماعي بتاعها، ونحاول ان احنا ننشطها بعد الثوره، وخصوصا ان بقى فيه انفتاح بشكل كويس جدا. قدرنا الحمد لله ان احنا نعمل تعاون كويس جدا مع وزاره التضامن والعداله الاجتماعيه اللي هي دلوقتي بقت وزاره التموين بقياده الوزير جودة عبد الخالق. قدرنا ان احنا نوفر فرص عمل في جهاز حمايه المستهلك لشباب الحركه. في ناس تعاونت معانا بشكل كويس جدا 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 بعد الثوره. احنا شايفين ان المشكله الاساسيه في مصر والمشكله الاساسيه اللي كل اللي بيحصل دلوقتي او في الخروج في ميدان التحرير او الاعتصامات او غيره، ان الشاب فقد الامل، مش شايف بكره بشكل كويس. فاحنا بنحاول نرجع له الامل تاني، ويا ريت كل المسؤولين يتعاونوا معانا في الشكل دون. احنا حركه اجتماعيه موجوده على الفيسبوك صحيح، بس لحد ما عندنا نشاط كويس جدا وعندنا كاريزما كويسه جدا في اجتذاب الشباب. لو احنا قدرنا ان احنا نوصل بكل الشباب في مصر او نوصل لنسبه 1% بطاله زي الصين، ده هيبقى شيء جميل جدا جدا. اكيد انت محتاج اشياء كتيره جدا عشان تحقق الحاجات دي، زي ما عدد كبير من الشباب ممكن نقول ان هو فقد الامل. لازم اسالكم يا ترى انتوا كمان فقدتوا الامل؟ بس خلونا نطلع تقرير خاص بعمال التراحيل. عدد كبير من الشباب لما ما بيلاقوش شغل ممكن ان هم يشتغلوا عمال تراحيل. هجروا بلادهم بعد أن ضاق العيش بهم، تركوا أبنائهم بحثا وراء لقمة العيش، جاءوا إلى القاهرة تحفهم الآمال العريضة، لكن للأسف تحولت كل هذه الطموحات إلى مجرد أوهام. إنهم عمال التراحيل. كل 15 يوم بنشتغل يومية واحدة، يعني في ال 15 يوم ديت هي يا دوبك يومية أو يوميتين، فاحنا عاوزين فرصة، عاوزين نشتغل، عاوزين ناكل عيش بس. بقالي 18 سنة واقف في الميدان، ما شفتش أيام زي دي خالص ولا هشوفها. نسبة البطالة غريبة، الناس قاعدة في الشارع مش لاقية تاكل، مش لاقيين ياكلوا. أنا 18 سنة كنت بكسب، الأيام دي بشتغل يوم في الأسبوع وعندي 4 أولاد، أجيب منين؟ عايزين نشتغل، نفسنا نشتغل، بدل ما نمد ايدينا للحرام وكده والناس تتكلم علينا. احنا عايزين نشتغل، مش عايزين حاجة تاني. ودينا جينا هنا عشان نشتغل ما لقيتش شغل.